فرضيه سي عماره نفرضوا انه سيتي بوسيبيليتي ايبوتيز انه السي عبد العزيز بوتفليقه ما راهش يترشح لعهده رابعه دون سو كا بريسيو، كيفاش راح يكون الموقف تاع الحركه الشعبيه؟ احنا قلنا عبرنا عليها عده مرات. ماذا بينا نسمعوها اليوم. نقول لك احنا رانا في ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول اذا الرئيس عبد العزيز بوتفليقه ترشح الموقف تاعنا واضح مسانده. اذا السيد عبد العزيز بوتفليقه ما ترشحش يبقى احتمالين، اما الحركه الشعبيه الجزائريه يكون عندها مترشح، اما نتفاهموا مع بعض الشخصيات الوطنيه ولا الاحزاب السياسيه من التيار الديمقراطي الوطني باش يكون عندنا مترشح. كاين اليوم بعض الاسماء تتداول على الساحه السياسيه كشخصيات ربما ils ont officiellement annoncé leur candidature والا ils ont l'intention de l'annoncer. اسكو ربما راح تتقربوا منهم؟ انا شوف انا سي بطاش ما نحب نجرح حتى واحد. لا انا نتكلموا باش نوضحوا الامور تكون واضحه. هذه كلمه هذا المصطلح تاع الشخصيه الوطنيه السياسيه متواجده لا في الجزائر. انا نعرف كل البلدان العالميه لما واحد حب يترشح للانتخابات الرئاسيه يكون في حزب سياسي. لما واحد يحب يدير ادوات تجاره يحل محل تجاري. لما واحد يحب يدير السياسه لازم يكون حزب سياسي ولا يدخل في حزب سياسي. لازم نخرجوا من القضيه هذه تاع الشخصيه الوطنيه اللي راهي فوق الجميع، فوق الاحزاب، فوق المؤسسات، فوق كل شيء، ونجيبوها ونحطوا هذه خلاص. هذه سي شوز